اهلا بيكم في قناتي اصل الطبخ مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض العاشوره بطريقه جميله وسهله لبناتنا الصغيرين اللي لسه ما يعرفوش يعملوها. هنعملها تكون جميله وانسابيه وكريمي كمان وطعمها جميل، وهنحط لها شويه تريكات كده، كريم شانتيه، قشطه. هنخليها ان هي غنيه جدا ومفيده جدا لاولادنا كمان العاشوره. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله الفيديو يعجبك. ويلا بينا نشوفوا مقاديرنا عبارة عن إيه. مقاديرنا عبارة عن ربع كيلو من الغلة، احنا نقعينها قبلها بيوم عشان ما تغيبش معانا في السوا، وبعد كده شطفناها وحطيناها تاني على النار. هتاخد لها كده كام غلوة كده على النار لغاية ما توصل للسوا بتاعها المناسب زي ما انتي عايزة. لو انتي حباها انها تكون مهرية اكتر سيبيها على النار اكتر. دلوقتي هي استوت معانا، ركناها على جنب وهنبتدي نعمل الكريم شانتيه. معانا كوبايه صغيره خالص من الكريم شانتيه، ومعانا معلقتين كبار من السكر البودره، وكوبايه ميه كبيره متلجه. هضربها لغايه ما توصل للقوام ده زي ما انت شايفه، وهركنها على جنب في التلاجة. بعد كده هحضر اللبن بتاعي. معايا 4 معالق كبار من النشا هضيفهم على اللبن البارد، ومعايا كوبايه كبيره سكر برضو هقلبهم كل ده على البارد. واخر حاجه بحطها طبعا القشطه على النار، مش بحط دلوقتي القشطه على اللبن. بعد كده باخد اللبن بتاعي وبضيفه على العاشوره بعد ما استوت وتمام كده، بقلبها كويس. بضيف لها معلقه كريم شانتيه بتعزز معايا في الطعم. وفي لقطه في الفيديو ما اتلقطتش، انا كنت حاطه مكعب شوكولاته بيضه فما اتلقطتش، انا حطيتها معاها برضو تعزز معايا الطعم. واخر حاجه بحطها القشطه معايا علشان الطعم بتاعها ما يروحش. وبقلبها كويس قوي وبطفي النار عليها، وببتدي ان انا احضر الاطباق او الكاسات اللي انا هحط العاشوره فيها.